قناة التي ان ان سمعت المداخلة اللي قال لي مع السيد وزير الخارجية التونسي، ما عجبنيش كلامه. لماذا؟ ما عجبنيش كلامه أنا أعلم أنه نتيجة الضغوط اللي افتعلوها عصابة طرابلس في بنقردان وفي المناطق اللي جنبها، ضخوا أموال واشتروا دمم وخلقوا فوضى، لكن هذا ليس على حساب ليبيا. أنت تتهم أنه أطراف ليبية هي طبعا اللي حاولت تتعدل الموقف التونسي. طبعا نحن نعلم حتى بزيارة الغيراني وزير خارجية عصابة طرابلس إلى تونس ولقاء بالمسؤولين التونسيين، نتابع أمنيا يعني زي ما كل دولة تتابع في ملفاتها. وتصريحه قلت لك تصريحه مرفوض، لأن بكرة سوف تعلن أن نبشرك إمارة في جبل الشعانبي، وحنكون احنا أيضا على حياد وعلى مسافة واحدة من حكومة قرطاج وحكومة قصر قرطاج وحكومة قصر الشعانبي. هذا أمر مرفوض. في شرعية معترف بها دوليا، وفي إرهاب يجب محاربته، والإرهابي اللي موجود في طرابلس سواء لبس بدلة وقروادة زي ما عمل بالحاج أو الصياع اللي معاه مشتركين معاه، يعني هم كلهم في نفس السلة، خارجين على القانون، خارجين على الشرعية، يعني انقلاب غير صحيح. فيش حاجة اسمها مسافة واحدة. وزي ما قلت لك احنا الرد على كل الدول اللي كيف ترد على مسألة هنا؟ كيفاش الانعكاسات هذا مثلا على تونس؟ مسألة الاعتراف مثلا من جانب حكومة طرابلس، هل ترى أنه فيها معناها انعكاسات سلبية ستكون على تونس؟ لا شك في ذلك. هذا الموضوع يعني سوف يطرح في جلسة مجلس الوزراء، سوف تتخذ فيه إجراءات، سوف يعني يتم اختار الجانب التونسي، والسيد وزير الخارجية التونسي يتم مساءلته من حكومته أن ما فيش حاجة اسمها الحياد الإيجابي زي ما قال هو، وأن مصر تدعم طرف ضد طرف. مصر تدعم الشرعية، مش تدعم طرف ضد طرف، تدعم الشرعية ضد الإرهاب. يعني هنا مصالح التونسية فما جالية تخدم في تونس في ليبيا، يعني فما مراعاة لعدة جوانب، يعني وهذه مسألة سيادة. كان يكفي الصمت، يعني الصمت غير كافي، فما اللي يرى أنه فما لازم إجراء عملي، يعني يجب أن يكون هناك تمثيل وهناك قنوات يجب أن تكون مفتوحة سواء بالسر أو بالعلن. لا شوف، التواصل والاتصال مع الإرهاب هو ممنوع، وإحنا ليبيا ما هيش حديقة باش الجانب التونسي يمشي يتواصل مع عصابة تحكم في طرابلس ويقول والله عندي مصالح. حتى أنا متصل بالإرهابيين التوانسة ولا بالمعارضة ولا حتى بعائلة بن علي وعندي مصالح، والله متخوف، عندي استثمارات ليبية خايف تضيع. هذا مش منطق. الدولة لا تبنى هكذا. عندنا ثوابت. تونس دولة ذات سيادة، ليبيا دولة ذات سيادة. ليبيا الآن تمر بحالة فوضى، بحالة تزعزع، وحتى المواطن الليبي قلت قيمته في العالم وصار عليه التعدي وأهينت كرامته من في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع، نظرا حتى لظروف اقتصادية معينة. لكن راهي قريبة احنا باللي بنقوله، ترجع وكل واحد ياخذ حقه. فعلى كافة الدول يعني ترى أنه ممكن العقوبات اللي معناها فما نوعا ما عقوبات اقتصادية أكثر منها كل قلت لك كل الخيارات في الرد الليبي هو رد شعبي. انت الشعب عندما الان الشعب الليبي محتقن ضد تركيا. شو انت تتوقع الحكومه اللي بيفرزها هذا الشعب؟ هل تتوقع انه يفرز حكومه يعني تمشي الى تقدم الولاء والطاعه الى تركيا؟ او هل تتوقع انه يعني ينتخب حكومه بتعمل علاقات استراتيجيه مع تركيا؟ نفس الشيء مع تونس وغيرها.